السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نبدأ نعمل بقى بسكوت العيد والكحك، وهقول لكم الطريقة ازاي. طبعا عشان تعملي البسكوت ويطلع معاكي ناجح والطريقة زي ما انت ما شايفة كده، طبعا زي ما انت ما شايفة البسكوتة كده، بسم الله ما شاء الله النقشة بتاعتها، وما شاء الله مقرمش كده وطعمه فوق الخيال. زي ما انت ما شايفة، بسم الله ما شاء الله بسكوتة روعة. امشي على الطريقة اللي هقولك عليها وهتعملي احلى بسكويت. طبعا لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مروة خلاف ومطبخي اسمه مطبخ ميرو. حطيلي لايك ودعوة حلوة كده من قلبك. طبعا بصوا بسم الله ما شاء الله البسكوتة خفيفة جدا جدا، وبصوا التسوية بتاعتها حلوة قوي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا كيلو دقيق، وربع كيلو سمنة، وربع كيلو سكر بودرة، والطبق ده نص معلقة صغيرة نشادر، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وخمس حبات بيض، وهنا قصنص حليب وفانيليا. تمام. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده، لو عايزين بقى تعرفوا بالكوباية، انا المج ده عندي بالظبط بياخد ربع كيلو، يعني ده كوباية وكوباية. طبعا لو المج اللي عندك وزنه ربع كيلو عايري بيه، مش وزنه ربع كيلو، يبقى ايه؟ بالميزان ووزان. طبعا هنفضي هنا الدقيق معانا زي ما انتم ما شايفين كده. هنحط المواد الجافة كلها على بعضها، وبعد كده ايه؟ في المضرب بقى هنعمل اللي انا هقول لكم عليه. طبعا لو متاح عندك مضرب اضربي في المضرب، متاح عجين اضربي في العجين. طبعا هنا نزلنا البيكنج باودر والنشادر، وحطينا ذرة ملح. هنركن بقى الدقيق ده كده على جنب بعد ما نقلبه، وهنجيب المضرب بتاعنا وهقول لكم بقى ايه هنعمل ايه. لازم تضربي السكر والسمنة كويس جدا. حابة تعملي بزبدة، اعملي بزبدة، بس عشان خاطر تبقى برضك حلوة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، بلاش تحطيها يعني جامدة قوي. والسكر يا جماعة لازم يكون مطحون، يكون في البيت افضل، عشان خاطر اللي بره كله نشا. طبعا هنشغل بقى ايه يعني بالراحة، عشان خاطر السكر كده بصوا هيتنتر معانا. طبعا انا بشغل واحدة واحدة لحد لما السكر يختفي، وبعد كده ايه؟ هزود ايه؟ المضرب بتاعي على السرعة العالية. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده، بصوا لازم نوصل للقوام دوت، ان احنا نخلي السمنة بتاعتنا تفتح معانا. طبعا هنا هننزل ببيضة بيضة، ماشي. لما تختفي هننزل بالتانية، وبعد كده هنحط الفانيليا معانا. طبعا ما تنسينيش في لايك وشير الفيديو لاصحابك وحبايبك عشان قناتي تكبر بيكم. طبعا هنا هننزل ببيضة، نزلوا اتنين فمش مشكلة هيختفوا. هنزل برضو ايه بباقي البيض معانا. طبعا البسكويت عشان يطلع صح امشي على الخطوات اللي بقولك عليها، هتاخدي نتيجة حلوة قوي وهيكون طعمه حلو. طبعا هنشتغل بقى بالمكنة مش بالقمة. بصوا كده البيضاية اختفت، هنحط البيضاية التانية، وبعد كده ايه؟ هنحط بقى فانيليا. حابة تعملي البسكويت بتاعك بأي طعم انت حباه، برتقان، ريحة الموز، حطي مع البيض هنا. بعد ما تضربي البيض بالسمنة بالسكر، حطي ايه؟ الطعم اللي انت حباه. تمام. بس انا عملته بالنشادر. قصنص الحليب ده يا جماعة ده اختياري، بس بصراحة يعني انا حطيت ايه مقدار معلقة كده كبيرة. خلى البسكويت ريحته حلوة قوي قوي وكان طعمه جميل جدا. ده اختياري، مش اجباري ان انتوا تحطوه، بس انا حبيت ان انا احطه. حطي معلقة كبيرة، متاح عندك حطيه، مش متاح خلاص مفيش مشكلة. بصوا بقى هننزل بالخليط بتاعنا كله هنا كده، وهنبدأ ان احنا نلم العجينة، مش هنعجن، هنلم العجينة بس. يعني بصوا هاتوا من الجناب كده ولموا العجينة من الجناب، هتلم معاكم.
يعني احنا مش هنعجن فيها، احنا يعتبر كده بنلم العجينة بايد واحدة، هتلم العجينة. تمام. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش بقى في لايك ودعوة حلوة كده من قلبكم. بص طبعا شايفين العجينة، تحسوا ان العجينة قاسية كده وجامدة. ده بسكويت المكنة. طبعا احنا ما حطيناش يا جماعة ولا لبن ولا اي حاجة، انا استكفيت باللي انا قلت لكم عليه، البيض والسمنة فقط لا غير والسكر. انا ما حطيتش لبن ولا حتى نقطة مية. طبعا بقى المكنة، طبعا كان ابني بقى عمال يلف طبعا، وانا حاسة ان المكنة كانت بتجري. تمام. بصوا بسم الله ما شاء الله، النقشة بتاعته طالعة حلوة قوي. تمام. طبعا انا هو كان بيلف وانا كنت بقطع ايه عليه البسكويت زي ما انتم ما شايفين كده. وبتسوي البسكويت على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، ما بيكملش معاكي ربع ساعة بالظبط، يعني ما بيكملش في الفرن. ما بولعش شواية عليه عشان تبقوا عارفين. دخلته في الرف الأوسط وهيخرج بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين كده، طعمه وريحته ما شاء الله. وشايفين النقشة بتاعته ثابتة. لو كترتي النشادر البيكنج باودر هتضيع لك النقشة خالص. بص البسكوتة ما شاء الله خفيفة جدا، وطعمها مش قادرة اوصف لكم جمالها. لو وصلت لحد هنا ما تنسنيش في لايك قمر زي كده. طبعا هنزل لكم وصفات الكحك والبسكوت بالطريقة بتاعتي، وجربي طريقتي مش هتندمي، طعمه تحفة تحفة تحفة. وزي ما انتم ما شايفين كده، بصوا بيتكلم عن نفسه بصراحة وهو ني وهو مستوي. مش قادرة اوصف لكم وهو مستوي كان عامل ازاي. طبعا عشان تغلفي البسكويت بتاعك ويقعد معاكي لحد العيد، غلفيه في العلبة وبالاسترتش راب وشيليه، هيبقى بسم الله ما شاء الله، هيبقى تحفة. وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير، ويا رب تجربوا وصفاتي هتعجبكم قوي. واستنوا الوصفات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.